أتأكد من سلامة الدولاب، إنه أشوف إنه هالدولاب ما شاء الله. صباح محمد ناصر من حي خشمان، بايعة متجولة، مواليد 84. بلشت عملي أول بدايتها يعني إنه كانت يعني شوي الأوضاع عندنا شوي يعني صعبة، المعمل لحق يعني لا الزوج وأنا والزوج يعني كنا يعني مثلا شوي مثلا رغم إنه كان شيء رخيص بس كمان كل شيء له كل وقت له قيمته يعني. فعاد يعني أنا حبيت إني أكون امرأة مبادرة يعني إلي دور بالمجتمع وأحب أكون إيد بإيد مع الرجل. يعني بادرت مع زوجي، بلشت بعربانة بنتي وقت ما كانت صغيرة، عندي عربانة أطفال. فقمت إيش أساوي؟ بلش اللجوء يعني من منطقة لمنطقة. فبداية اللجوء أنا إيش عملت؟ بلشت بأكلات للأطفال، يعني مأكولات مثلا بزر، علك، مصاص، كولا. فحتى الكبار يعني صاروا كمان ياخذون، مثلا الكبار كمان يحبون شغلة البزر. فطورت، قالوا يعني أم زينب يعني مو بس تجيبين للأطفال، نحن كمان يعني نحب شغلات البسكوت الجاتو هاي. فبلشت يعني إنه هالعربانة ما عاد تتوسع لهالشيء هذا. فعندي كنت بنفس الوقت يعني ضامة لبنتي مطمورة صغيرة على طول، يعني مثلا أحط لها 100 200 يعني مثلا من هالأتعاب اللي تطلع لي. ففي حدا يعني عرض انه هالطريزيله هاي انه راح يبيعها. فقلت له والله يعني انه حقها طريزيله ما راح يكون عندي كامل، يعني كانت ال50,000 55,000 لها قيمتها كمان، يعني مثل ما هلا نقول يا كل شيء غالي وكل شيء غالي كمان ال55 لها قيمتها. ففتحت مطبورة بنتي، كان المبلغ ما يكفي. فالحمد لله يا ربي قمت عطيته يعني على هاي، وكمان يعني زوجي كمان اجته شغل. فقمنا يعني قلت له خيو لما راح يستلم الزوج حق الشغل راح اكمل لك باقي الحساب. الزلمه يعني اقتنع، قال عادي. يعني تقريبا 10 سنين. بس يعني ما كنت انه هذيك اللي المراه اللي يعني قويه، بس لما عاد بلشت بفصل البوز يعني فعلا صار علي ضغط انه البوز والله مهنه صعبه يعني مو سهله على المراه. فيعني اخذت انه راح انا اسوق يوميا، لازم امن انه هالاحتياج اليومي من البوز. المجتمع اول بدايتها شويه انه يعني مرة والسوق. فانا يعني انه انا قلت للمجتمع يعني واقول لاي واحد يعني عنده هالكلام هذا، انه اليوم المراه يعني معقوله تقبل انه تكون تمشي بطريق غلط وهي تقبلها على حالها؟ طبعا المراه كمان هي سيدة حالة، يعني تحب تثبت وجودها يعني، بس مو تثبته بشيء غلط. يعني اليوم أنا لما أسوق طريز ليش فيها غلط؟ وأساعد زوجي فيها شيء غلط؟ ما في أي غلط. أنا يعني الحمد لله أنا مثل أشعة الشمس، يعني أحب أكون أعطي مثل ما الشمس تعطينا حنانها ودفء، أنا كمان أعطي لأسرتي للمجتمع حناني ودفئي، هذا اللي أقدر عليه. لأنه المجتمع إذا ما تكون به المرأة مو مجتمع. لأنه هسه اعطينا المخابز ولا نظافة البلدية ولا أي شيء، نحن صار لنا دور يعني ايد بايد مع الرجل حتى نساوي. اذا ما نتحد ما راح يصير مجتمع حلو. يعني مجتمع دائما انه المرأة سند للرجل. ايه طبعا يعني انا اشجع يعني انه طبعا انه هاي القيود. يعني اليوم مثلا مرة تعرف حالها ماشية بهالطريقة الصح، ليش يعني انه تستحي من طريق الصح؟ لا، طريق الصح امشي به، بس طريق الغلط انا يعني ما راح اشجع، بس اشجع على طريق الصح. وانه المرأة كمان يكون لها كلام والها كمان يعني فاعلية بهالمجتمع ولها دور. والحمد لله يا ربي هسه نحن يعني مثلا اليوم انت عم تقومي بدور حلو، يعني عم تقومي بدورك كمان يعني، وانا كمان مثلا انت مثل ما تشجعيني كمان اشجعك. يعني نحن يعني النساء نشجع بعضنا دائما انه نحن بدنا نكمل طريقنا بالمجتمع، لانه المجتمع بده شعله والمرأة شعلة المجتمع. انا مبدئي بالحياة ما احب الاحتياج لحدا. صحيح الحمد لله يا ربي ابو زينب موجود وهاي، بس انا وابو زينب اذا ما اتحدنا ما راح نكون قدوة بالمجتمع. المرأة من دور القديم يعني حتى على دور مثلا مثل ما يقول اذا جينا على دور الدين ولا على دور المجتمع على شيء، المرأة من زمان الله مثل ما يقول قدس المرأة، يعني اعطاها جنة كمان، سواها ام وعطاها جنة وسواها اخت وسواها يعني بالعكس مسؤولية المرأة كمان ترى كبيرة.
اي والله يعني الاقي، ما اكذب عليك والله الاقي، بس انه يعني ايش ما يقول اخذت مثل ما يقول قوتي من ارادتي، لانه القوه تجي من الاراده. يعني كمان هسه دائما اخليها على ايدي اليمين، يعني شوي تكون مساعده. لا والله امشي بطريقي واكون سيدة حالي، ولا اخلي حدا يصير سيد علي. اليوم تا حدا يمين علي، لا والله ما اقبل انا بالمانيه. انا احب انا اعيش بايدي وبعرق جبيني.